الله سبحانه وتعالى لا يرسل الطغاة لكي يتلذذ في تعذيب الشعب أبدا. الطغاة بيكونوا موجودين هن كحالة، بيكون الشعب مخير بأنه يثور على القضاة، على الطغاة، يثور عليهم أو يتركهم مستبدين ويقنعوا لهدول الطغاة بقلة إيمانهم. اليوم نحن طالعين من حالة تقريبا، نحن أنا أمام خيارين: يا أما نخنع للطاغية أو نخلعه. وهون الشعب مخير، ما له مسير. وبيقول هيك الله رايد، بيكون كذاب، كذب على الله في شيء لم يرده الله. نحن شعوب مخيرة، نحن بشر مخيرين ولسنا مسيرين. نقدر نعمل إذا نوينا.